النهارده هنتعرف على المبدأ الثاني من مبادئ الجرافيك ديزاين، وهو انسيابية. تعريف الانسيابية هي قدرة على التحكم بالمعلومات المرئية للتصميم من خلال تنسيق العناصر وتقديمها بشكل معين حسب أهميتها. في حاجة لازم تبقى عارفها، إن الانسيابية بتنشأ من خلال التباين. علشان كده كنت بقول لك يا ريت تبقى حاضر الفيديوهات اللي فاتت. ووظيفة الانسيابية انك تقود عين المشاهد في التصميم عشان يقرأ ايه الاول او يشوف ايه الاول قبل ايه. انت بتتحكم في عين المشاهد من خلال الانسيابية اللي انت عاملها في تصميم. مثال على كده عشان نوضح الفكرة اكتر، نعتبر مثلا عند تصميم في صورة في عنوان رئيسي، عنوانين فرعيين. هخلي الصورة اكبر حاجة عشان العميل ياخد باله منها اول ما يشوف التصميم. بعد كده هحط العنوان الرئيسي اكبر شوية، بس مش اكبر من الصورة، اصغر من الصورة حاجة بسيطة عشان يقراه هو الاول. بعد كده عنوان فرعي صغير نعتبره هو الاكثر اهمية من العنوان الثاني، فهيبقى هو الاول، بعديه شرح بسيط ليه، بعديه العنوان الثاني اصغر شوية، بعديه الشرح بتاعه اصغر منه. فبالتالي انت كده قلت المشاهد انه اول حاجة يشوفها الصورة، بعد كده العنوان الرئيسي، بعد كده العنوان الفرعي الاول وشرحه، بعد كده العنوان الفرعي الثاني وشرحه.